السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مرتاحين شباب. درسنا اليوم كيفية تغيير الاي بي الشخصي مالك وعمل نظام وهمي. شباب، احنا شلون موقع الجي بي اس يحددك انت وين؟ موقع الجي بي اس او جهاز الجي بي اس يحددك عن طريق الاقمار الاصطناعية، عن طريق رقم الشبكة اللي انت ساحب منها او اللي انت مشترك بيها. طيب، كل شخص من عندنا عنده اي بي اي رقم الشبكة. اي شباب، نجي نفحص الاي بي مالنا. هذا رابط فحص الاي بي. شوفوا شباب، هذا الاي بي مالي 37 239 192 195. راح اجي اغير الاي بي. هذا انه اي بي. هسه راح اجي اغير الاي بي. طبعا انا عندي كثير اي بيات، وهاي كل اي بي دولة. كل رقم من هذني هو دولة. كل رقم هو دولة. نختار اي دولة. نختار هاي الدولة. حلو. جار الاتصال. حلو. هسه اتصل. طبعا يفصل النت. نتغير اي بي يفصل النت شباب. هسه قبل شوية كان هذا الاي بي مالي. هسه بس نجي نرفرش المتصفح. خلينا نشوف الاي بي مالتي. حلو. وتغير الاي بي مالتي، صار هذا. قبل شوية الاي بي مالتي كان هذا. هسه الاي بي صار هذا. طيب، نجي مرة ثانية نغير اي بي. نرفرش المتصفح او البرنامج، العفو اسف. نختار غير دولة. هسه دا يتصل في بي ان، برنامج في بي ان وعمل نظام وهمي. حلو. هسه هو اتصل. هسه راح نرفرش. حلو 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 حلو. وتغير الاي بي مالي، وتغيرت الدولة، وتغيرت كل المعلومات. واي جهاز جي بي اس ما يقدر يتبعك ولا يقدر يندلك وين. اذا ردت تخترق موقع او ردت تخترق شركة، عليك بهذا البرنامج وعمل نظام وهمي حتى ما حد يقدر يحدد هويتك منين. ان شاء الله يعجبكم الدرس شباب، والف شكر لكم للمتابعة، وان شاء الله اشوفكم بخير وسلامة.